جنة، رؤى، عبير، عمر. انا هروح اغير هدومي دلوقتي. هو ميعادنا الساعة كام؟ احنا ميعادنا الساعة 7. وهترجعوا امتى يا ماما؟ مش عارفة بالظبط الصراحة، بس بعد ما نخرج روحوا انتوا ناموا على طول، وهسيب لكم رقم تليفون. لو في اي حاجة اتصلوا بيا على طول، او اتصلوا على الموبايل بتاعي. اكيد انتم عارفين رقمي. احنا مش هنكون بعيد، لو في حاجة هنجيلكم على طول. مفيش مشكلة يا ماما، احنا خلاص كبرنا وممكن نقعد في البيت لوحدينا، ما عدناش صغيرين. طيب كويس قوي. انا جاهز خلاص. طيب تمام قوي، احنا لازم نتحرك دلوقتي. يا خبر، كنت هنسى الورد، لازم اخد الورد معايا. خلوا بالكم من نفسكم. حاضر، سلام. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ تعالي نتنطط على الكنبة شوية. ايوه بقى، يلا بينا. هيه هيه هيه. ده ممتع قوي ومفيش حد بيزعق لنا. عايزة اشرب حاجة. عندي فكرة، ممكن نعمل عصير فوار. هو احنا عندنا اصلا؟ ايوه، انا عارفة ماما شايلاه فين. ياه، انا عايزة حلويات على شكل حيوانات من دي. ايوه، دي لذيذة قوي. هاخد شوية انا كمان. انا عايزة تاني منها. لا يا رؤى، كفاية. الحلويات الكتير ممكن تتعبلك بطنك. العصير الفوار اهو. عايزة بطعم ايه؟ التوت. وانا كمان هاخد بالتوت. لسه بقى عايزين صودا. المفروض نحط مكونات الكيس في كوباية الصودا. الله، فقاقيع كتير قوي، دي بتفور جامد. لذيذة قوي. تيجي نتفرج على التلفزيون؟ ايوه طبعا، ليه لأ؟ ياه، انا تعبت قوي. المفروض نروح ننام بقى. التليفون بيرن، يا ترى مين بيتصل؟ يا خبر، دي ماما. انا هرد. الو يا ماما. ازيك يا جنة؟ يا ترى كل حاجة كويسة وتمام؟ ايوه يا ماما، كله تمام. ويا ترى انتم كويسين؟ ايوه احنا كويسين. انتوا المفروض تناموا بقى يا حبيبتي. ايوه، احنا كنا هنخش ننام دلوقتي. كويس قوي، خلوا بالكم من نفسكم وناموا كويس. ماما بتسلم عليكي. ياه، وحشتني والله. انا هروح بقى. احنا بنغسل اسناننا لوحدنا من غير مساعدة ماما. مين فينا يقدر يعمل رغاوي بمعجون السنان اكتر من التاني؟ انا. لا انا. دي رغاوي كتير قوي. هما ليه بس ما خدوناش معاهم؟ انا زعلانة منهم بصراحة. مش هينفع يا رؤى، ده ناس كبيرة بس هي اللي هناك، اكيد كنا هنزهق. ايوه عندك حق. ينفع انام معاكي النهاردة يا جنة؟ مش عايزة انام لوحدي. ايوه طبعا ممكن. يلا تعالي. ايه ده، في حركة غريبة هناك. دي طاقية مشرط الحرامي، ده ماشي هناك. فين؟ اقفي على الكرسي عشان تشوفيه. انا مش شايفة حد خالص. عدى الشارع خلاص. كان في واحد لابس طاقية زرقاء. طالما مشرط موجود يبقى اكيد هيعمل جريمة. انا خايفة قوي. ايوه فعلا، انت عندك حق. طيب يلا نتصل بماما بسرعة بالتليفون. يلا بسرعة. يا خبر، ايه اللي حصل ده؟ التليفون اتكسر يا جنة، مش هينفع نتكلم منه. طب نعمل ايه؟ لازم نفكر في فكرة جديدة. احنا ممكن نعمل فخ. ايوه ممكن نعمل فخ، لكن فين؟ احنا ممكن نعمله على باب البيت. بس احنا مش هنعرف نحفر هناك. احنا ممكن نعمل فخ بطريقة تانية، مش لازم نحفر حفرة خالص. انا عندي فكرة، تعالي معايا. الجو ساقعة قوي النهاردة. احنا ممكن نكب مية على المدخل. المية هتتجمد وتخلي مشرط يتزحلق، وساعتها هنسمع صوته وهو بيقع. انت هتفتحي الباب يا جنة؟ طب افرضي مشرط وقف ورا الباب. عندك حق، ممكن نبص من الشباك. مفيش اي حد موجود. لازم اعمل ده بسرعة. خلاص صبيت المية على المدخل. بس ده مش كفاية، احنا لازم نعمل حاجة تانية عشان لو مشرط عرف يعدي من الفخ. ايوه صح، احنا لازم نفكر في فكرة تانية. ويا ترى هيثم عامل ايه يا مدام ام هيثم؟ يا خبر عليه، كان عايز يسوق العربية بنفسه. تخيل يا أستاذ عمر، ولد شقي قوي. طبعا ما سمحتلوش يعمل كده، ده لسه صغير.
بكرة يكبر ويعقل ويطلع رخصة. دلوقتي ممكن ننام براحتنا. ايوه كده البيت متأمن كويس ضد اي حرامي. سمعتي الصوت ده؟ ايوه ده في صوت عند باب البيت. ده اكيد كان مشرط الحرامي. ايوه ده اكيد مشرط، كنت عارفة انه هيجي. ده صوت الباب بيتفتح. ده شكل الحرامي بيخش البيت. غريبة قوي المية اللي على الباب دي. يمكن الدنيا مطرت. ايوه اكيد طبعا، مطرت على الباب بس يعني. يا خبر، ايه ده؟ يلا سيب الحبل يا جنة. يا ظهري. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ ساعدني يا عمر، انا مش عارفة اتحرك من الشبكة. يا ظهري. هو ايه اللي حصل ده يا عبير؟ يا خبر ابيض، الحق يا جنة، دول ماما وبابا. ايوه انا خدت بالي. بينا على السرير بسرعة. اعملي نفسك نايمة. ايوه هنعمل نفسنا نايمين. الحمد لله البنات نايمين وما صحيوش من الدوشة. ملايكة نايمين والله. ممكن بقى تشرحولي انتوا ايه اللي عملتوه امبارح ده؟ كان لازم نحمي نفسنا من مشرط، اصلنا شفناه ماشي قريب من البيت. ايوه انا كده فهمت شوية اللي حصل لنا ده حصل ليه. بص كده يا شريف، بص الرسمة دي. الرسمة دي بتوضح ازاي التجديد هيحصل هنا في البيت. شركة البناء هتركب الحيطان الجديدة النهاردة، وهيبقى فيه كمان شبابيك جديدة. المفروض دلوقتي بقى نجهز المكان عشان العمال يقدروا يشتغلوا براحتهم. ايوه فعلا، احنا بدأنا خلاص. الحيطان دي هتتهد خالص. انا متحمس جدا اشوف التجديد ده. كويس قوي. هو انا لازم الم كل حاجة يا ماما؟ ايوه يا جنة، الأوضة بتاعتك لازم تفضى خالص. كمان أوضتك الجديدة هتكون في الدور الأول. وانا اوضتي هتكون فين؟ انتي كمان أوضتك هتكون في الدور الأول، في المكان اللي شريف وبابا شغالين فيه دلوقتي. انا هروح اشوف بيعملوا ايه. هي دي هتكون اوضتي الجديدة؟ ده مكان صغير قوي، مفيهاش حتى شباك واحد. مش هتشيلي حاجتك ولا ايه يا رؤى؟ يلا أنا هساعدك. انا مش عايزة اشيل حاجتي، انا عايزة افضل في الأوضة بتاعتي. انا بحب الأوضة بتاعتي. أنا فاهمة كويس يا رؤى انتي حاسة بإيه. احنا هنخلي أوضتك الجديدة أحلى من أوضتك دي. أنا متأكدة إنك هتحبيها يا حبيبتي. احنا ليه هنغير نظام البيت؟ دي حاجة مش حلوة خالص. البيت هيكون أحلى بعد التغيير. الليفينج روم هتبقى أكبر وهتبقى منورة أكتر. أنا هلم حاجتك وهنزل الكراتين تحت. وانا هعمل ايه يعني بليفنج روم كبيرة؟ وليه يعني تبقى اوضتي صغيرة؟ محدش فاهمني خالص. بصيتي على مكان اوضتك الجديدة يا رؤى؟ ايوه انا شفتها، دي اوضة وحشة قوي، صغيرة ومش حلوة. الأحسن بقى تروحوا تقعدوا عند طنط سارة دلوقتي، الصوت هيكون عالي هنا قوي. يبقى انا كده لازم اخد لعبي معايا، مش معقول هسيبهم لوحدهم في الدوشة والتراب. ازيكم؟ ازيك يا طن؟ ازيك يا طنط؟ تعالوا يلا، في حاجات كتير بتحصل عندكم النهاردة. ايوه انا مبسوطة اننا ممكن نلعب مع منى النهاردة، وحشني اللعب معاها. منى كمان مبسوطة قوي. فين حسن وحسين؟ كانوا قاعدين دلوقتي بيتفرجوا من الشباك على اللي بيحصل في بيتكم، كانوا مستمتعين جدا بصراحة. ازيك يا حسن؟ ازيك يا حسين؟ ازيك يا حسن؟ ازيك يا حسين؟ ازيكم؟ تيجي نقرا كتاب سوا يا منى؟ ايوه. دي بطة. بطة؟ ايوه يا منى، بطة. وده كتكوت. بيب بيب بيب. لا يا بنتي، دي كده تبقى عربية. تحبي تقري معانا الكتاب يا رؤى؟ لا ماليش نفس. بص يا حسين، واو الأوضة دي صغيرة قوي، ما عنديش مكان ألعب فيه. أوضتي القديمة أحسن بكتير. برافو عليك يا منى. ازيك؟ ازيك؟ جنة ورؤى يقدروا يجوا دلوقتي علشان يشوفوا التغييرات اللي حصلت. انا متحمسة قوي. رؤى نايمة من أول ما جت على الكنبة، يا رب تكون كويسة، بس أنا حاسة إنها تعبانة أو زعلانة. حبيبتي هشوف مالها. ازيك يا منى؟ لعبتي كويس مع جنة؟ أيوة. اصحي يا رؤى، يا رؤى يلا اصحي يا حبيبتي، اصحي. في ايه؟ انتي بقالك مدة نايمة، انتي كويسة؟ أيوة أنا كويسة. احنا خلصنا تغيير البيت، تقدري تيجي دلوقتي وتشوفي الأوضة بتاعتك بقت عاملة ازاي. مش عايزة أشوف حاجة، أوضتي القديمة أحلى. ازاي يا رؤى؟ دي جميلة جدا، تعالي معايا وانتي تشوفيها. انتي لسه نعسانة، انا هشيلك. شكرا ليكي يا سارة انك خدتي البنات عندك. دول نورونا.
مع مع السلامة. مع السلامة. واو، البيت بقى مختلف جدا. أيوة فعلا يا جنة. رائع. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا بابا؟ بصوا يا بنات المساحة بقت واسعة ازاي. أيوة فعلا. فعلا المساحة بقت أوسع يا ماما. أيوة، وكمان بصي كده على المطبخ. رائع. انا لسه ما ركبتش الكنبة لغاية دلوقتي. مش لازم النهاردة يا عمر، ممكن نعمل كده بكرة. الأوضة بتاعتكم فوق. دلوقتي بقى هنغمي عينيكم عشان تبقى مفاجأة، وبعدين نطلع الدور اللي فوق سوا. شايفين كده أي حاجة؟ لأ. كويس قوي. أوضتك يا جنة أهي. واو، دي أوضة جميلة جدا. طبعا لسه ما حطيناش السرير بتاعك. والشباك بتاعي باصص على أوضة مريم في بيتها. رائع بجد. ودي بقى أوضتك يا رؤى. أيوة دي جميلة قوي، دي فيها شبابيك ومش ضيقة خالص. الله، دي جميلة قوي. أيوة، وعندك أدراج كتير تحطي فيها كل ألعابك. الله، أيوة دي جميلة قوي. أمال إيه الأوضة اللي أنا شفت بابا وخالو الشريف بيوضبوا فيها دي؟ يمكن تقصدي أوضة المكتب الصغير؟ كانت لسه الحيطة ما اتشالتش يا رؤى، ما كانش ده الشكل بتاعها. أيوة يمكن. عجبتك يا رؤى؟ دي جميلة قوي. أكيد لسه في شغل كتير لازم يتعمل في البيت. يا أهلا وسهلا. أهلا، كنا عايزين نحجز عربية جيب. إحنا 4، 2 كبار و2 صغيرين. طبعا من عينيا، لحظة من فضلك. بص يا فندم، دي الخريطة علشان ما تتوهش. امشي بس في الطريق اللي متحدد على الخريطة، ممنوع تطلع بره الطريق اللي على الخريطة خالص. حاضر. حاضر. هي دي العربية اللي هناخدها؟ لأ، دي ليها كرسيين بس. حضراتكم هتاخدوا العربية دي، كبيرة وهتكفيكم. شكرا جدا، تعبناك معانا. ربنا معاكم. شكرا. شكرا. ده بقى مدخل الجنينة يا ولاد. هو إيه بقى الجنينة دي؟ مفيهاش حاجة جديدة. استمتعي بالزرع يا رؤى، بصي من الشباك. يو بقى. يا ترى في حيوانات هنا؟ ايوه اكيد، لكن ساعات بيستخبوا في الجنينة، محتاجين ندور عليهم كويس. احنا ممكن نبقى ننزل نتمشى شوية بعد كده ونشوف موضوع الحيوانات ده. اعتقد المفروض نمشي من الطريق ده. ياه، ده الطريق هنا وحش قوي. الطريق ده تعبني، كمان أنا حاسة إني جعانة. لما ننزل من العربية هعمل لنا أكل. حلو المكان ده. ايوه مناسب جدا. هي النار دي هتاخد وقت طويل عشان نشوي فيها اللحمة؟ لازم النار تبقى كويسة وعالية. بصوا الزرع ده زرع غريب قوي. أنا عمري ما شفت زرع شكله غريب كده. عندك حق، وأنا كمان. بصوا هناك كده، ده في حيوان شكله غريب قوي. يا خبر، ديناصور خبر. يا بابا. ديناصور يا ديناصور ولاد. يا ماما. اركبوا العربية بسرعة. امشي من هنا بسرعة يا بابا. يلا بسرعة يا عمر، يا رب بس نعرف نطلع من هنا. حاسب تخبط في الشجرة. في واحد هناك، ده ديناصور ضخم قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده كده قفل الطريق علينا، لازم نلف. لازم نمشي من الطريق ده. في برج طويل هناك. ايوه، لو طلعنا لفوق كلنا هنكون في امان. يا خبر، السلم بيتهز قوي. ما تخافيش يا رؤى، انا وراكي، هخلي بالي منك. ده الديناصور جاي علينا. الحمد لله إنه بياكل زرع بس. بس ده كبير قوي. يا رب بس المكان هنا يكون امان. الحمد لله انه مشي بعيد. ما لحقناش نفرح، ده في ديناصور تاني جاي. ده اخطر جدا من الديناصور اللي كان موجود. يا خبر، ده أخطر بكتير. هنعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ ده في كمان ديناصور جاي من هناك. هو مال البرج بيتهز كده ليه؟ الديناصور بيزق البرج. لازم نديله اي حاجة نلهيه بيها علشان يبعد عننا. احنا معانا اللحمة اللي شويناها، مش عارفة تنفع ولا لأ. خلينا نجرب كده، مع اني كنت عايز اكلها انا. اصحي يا رؤى، وصلنا للمكان اللي هنشوي فيه. مكان الشوي. يلا يا رؤى انزلي، انتي كنتي نايمة طول الطريق. الله، ده في كوخ جميل ممكن نقعد فيه. الاكل على النار. عارف انكم جعانين. بابا، هي الجنينة هنا فيها ديناصورات؟
ديناصورات؟ لا طبعا يا رؤى، مفيش الكلام ده، الديناصورات انقرضت من زمان. خلاص اللحمة اتشوت. أنا عارفة إنك جعانة قوي. اوعى تكون اللحمة دي لحمة ديناصور. لا طبعا يا رؤى. طيب الحمد لله. أنا انبسطت قوي لما لعبنا الباركور في الجنينة. احنا ممكن نروح مركز الباركور، هناك ممكن يبقى فيه باركور لكل أفراد الأسرة. ايوه، هيكون ممتع جدا. انا عايزة اروح انا كمان. خلاص ممكن نعمل كده النهاردة. ايوه بقى. كل أوضة ليها بابين، ممكن تختاروا باب A أو B. كل أوضة فيها باركور مختلف. الوصف المطلوب هتلاقوه متعلق جنب كل باب. لما تيجوا تبتدوا اضغطوا على الزرار ده، ولما تضغطوا عليه العد التنازلي هيبتدي، وبعد ما تخلصوا تروحوا الأوضة التانية، وما تنسوش تضغطوا على الزرار ده. ماشي. عليكم انكم تحاولوا تعملوا الباركور بأسرع ما يمكن. استمتعوا. نختار انهي باب؟ بي. نختار بيه. طيب يلا نشوف فيه ايه بقى. ياه. هو ايه ده؟ حاولوا تعدوا من على الأسطح في أقصر وقت ممكن. جاهزين؟ ايوه جاهزين. يلا بينا. دي بتزحلق. دي مش منحدرة قوي. كويس. امسكي ايدي يا جنة، أنا هسحبك. شكرا يا ماما. دلوقتي انت يا رؤى. تمام كده. رؤى عدت خلاص. أنا مسكاكي يا رؤى. احنا كده عدينا. يلا يا بابا. أنا هاجي فورا. يلا يا بابا. كويس قوي. الوقت كان ممتع بصراحة. يلا بقى نكمل. ناخد انهي باب؟ ناخد الباب ايه؟ يلا بينا نتحرك. ياه، ده ايه المكان ده؟ دي كلها كور. اجمعوا كل الكرات الموجودة ودخلوها في الكرة الكبيرة. ده سهل ده. طيب يلا بينا. انا بزق الكور اللي قدامي. انا كمان بزق الكور اللي قدامي. يا خبر، الكور كلها طارت. كده هنلمهم تاني. يا خبر. طيب يلا نعمل ده بشكل مختلف. احنا نلم كل الكور الأول، وبعد كده نحطها مرة واحدة في النص. دي فكرة كويسة قوي. يلا يا رؤى نلم الكور. دلوقتي هنحط كل الكور، وأول ما نخلص جنة تضغط على الزرار بسرعة. حاضر. دلوقتي. ده كان رائع. يا ترى ناخد انهي باب دلوقتي؟ ايه ولا بي؟ ايه؟ يا ترى فيه ايه هنا المرة دي؟ شكل المرة دي أصعب مرة. لازم نوصل للناحية التانية في أسرع وقت ممكن من غير ما نقع في المية. جاهزين يا جماعة؟ نبدأ من هنا. يلا بينا. يا خبر، اللوح ده هيتهز قوي لو كلنا وقفنا عليه في نفس الوقت. يا ترى الأحسن أمشي على بطني؟ لأ، لأن ده هياخد وقت طويل جدا. الشبكة دي هتختصر الطريق. انتي متأكدة من كلامك يا رؤى؟ أيوة، أنا عارفة اللعبة دي كويس. بصوا النطة دي. بالراحة يا عمر، ما ينفعش تنط كده خالص. أنا كنت هقع في المية. معلش يا عبير. يلا بينا يا جماعة. يا خبر، الحقيني يا ماما، أنا اتحشرت. يا حبيبتي، طيب ما تخافيش، هنجيلك فورا يا رؤى. يا خبر، أنا خلاص وصلت. أنا هساعدك يا رؤى، ما تخافيش. شكرا. يلا يا بابا بسرعة. المرة دي برضو خلصنا اللعبة في وقت كويس قوي. أنا متحمسة جدا. كسبنا تاني. احنا دلوقتي ممكن ناخد الباب بي. أيوة بي. في حيطة كبيرة ومفيش باب. طيب هقرا بسرعة التعليمات. عدي من فوق الحيطة. احنا لازم نتسلق الحيطة. يلا بينا يا جماعة. احنا ممكن نبني سلم بالمكعبات. كويس قوي السلم ده. ايوه فعلا، يلا نثبته بقى على الحيطة. أنا بقول تجرب السلم انت الأول يا عمر. الله، ده في زحليقة، بس احنا لازم نغير مكان السلم. رائع. كلنا عدينا خلاص. كده مفاضلش غير باب واحد، ده أكيد باب الخروج. أهلا بيكم، انتوا لعبتوا اللعبة بشكل ممتاز. صحيح ما حطمتوش الرقم القياسي، لكن أدائكم كان سريع جدا. الكاس ده هدية ليكم. شكرا. الله، ده حلو قوي ويضحك. يا ولاد،
ممكن تلعبوا مع منى وتشغلوها عني لحد ما اخلص الحاجات اللي ورايا. حاضر. طيب. هجيب الترابيزة في جنب وهيبقى عندكم مساحة اكبر تلعبوا فيها. بص يا منى، معايا الدبدوب بتاعك. العب معاها بالراحة يا حسين، ماشي؟ حاضر يا ماما، شكرا. ألم الأطباق دي الأول بسرعة كده. فين شيخ منى يا ماما؟ محطوطين على الرف هناك اهم. بص يا ماما، بنعملها أغنية بالشخشخة حلوة. الشخشخة بتاعتك يا منى. نا 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 باو باو، نا 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 باو باو، نا 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 باو باو. الحمد لله إنهم بيلعبوا مع منى وشغلينها عني. تعالى حسن نلعب لعبة الكوافير نقص شعرها. الدبدوب بيسرح حلو قوي. يلا دورك بقى نسرح شعرك. هيا هلعب معاك. عاوزة أودي الورد الحلو ده لجدتكم يا ولاد، هي بتحب الورد، وهنحط عليه شريط من الشرايط دي. الله، الشرايط الحلوة دي والجميلة دي. ماما الحقي، ما انا عاوزة تحبي. أيوة الحمد لله، دي حاجة حلوة. طب تعالي يا منى، هنحبي سوا انا وانتي يا منى، وأعلمك ازاي نحبي كويس. حلوة الفيونكة دي قوي مع الورد، نقدر نوديها لجدتكم كده. الله، الشرايط الوانها حلوة قوي، وكمان بتدي الوان جميلة. بصي لونها ازرق دي الحلوة دي، وانا اسرحها لك واحطها في شعرك. لا مش عاوز ده، انا ولد. دي بتاع البنات يا حسين، بس اعملها لمنى، هي اللي بنت. ايوه فكرة حلوة دي، هي فعلا بنت جميلة وينفع عليها الفيونكة دي، بس دي كبيرة عليها قوي في شعرها. ايوه صح جدا. طب نجيب بقى مقص ونقصها عشان تصغر شوية شعرها. هنعمل لك يا منى تسريحة جديدة حلوة. انا جبت مقص اهو عشان اقص شعرها. احنا ممكن نقص من هنا حتة ومن هنا حتة وخلاص كده. يا خبر، انا غلطت قوي، قصيت حتة من شعرها بالغلط. ايوه هتبان، مش عارف. طب نجرب مية مرة تانية وخلاص. برضه غلطنا قوي، هنقص حتة من الجنب التاني عشان لو غلطنا كده يبقوا قد بعض كويس قوي. شكلها غريب يا حسن قوي. استنى بس، هسرح شعرها دلوقتي وبعد كده نعمل كل حاجة. ايوه كده حلو. يا نهاري، انتوا عملتوا ايه في منى؟ عملنا ليها تسريحة جديدة حلوة. نحتاج شوية كريم على شعرها بس. ما انا شايفة، بس انتوا بوظتوا شعرها خالص. مكانش قصدي، كنا عايزين نحط فيونكة في شعرها عشان دي حلوة قوي. ما ينفعش تعملوا كده ابدا، ولا تمسكوا المقص اصلا. يا نهاري، شعرها باظ خالص، ده مش نافع يتسرح اي شكل، ده لازم يتقص اكتر عشان يتظبط. انا مش هعرف اعمل لها حاجة، دي كده لازم تروح للكوافيرة. انا امسكها والكوافيرة تظبطه على قد ما تقدر بقى. لازم اتصل الاول بمدام روز واشوفها موجودة وفاضية ولا لا. الو، اهلا مدام روز، حضرتك موجودة النهاردة وعندك ميعاد فاضي اقدر اجي نقص لمنى شعرها؟ طيب تمام، انا جاية على طول، مع السلامة. واحنا نقص شعرنا احنا كمان؟ لا، منى بس، وربنا يهديها وما تعيطش وهي بتقص شعرها. اهلا الكوافير. أهلا يا حسن، أهلا يا حسين. اهلا يا مدام روز، شكرا عشان سمحت لنا نيجي بسرعة نلحق اللي متبقي من شعر منى. ده واضح اللعب كان عالي قوي. احنا يعني؟ لا ما اقصدش، ده انتوا شطار جدا. يا رب تعرفي تظبطيه يا مدام روز على قد ما تقدري ويطلع ليه قصة حلوة. يلا يا منى، هنقعد هاديين ثابتين كده على رجل ماما. ان شاء الله. تحبوا تشوفوا قصة لحد ما نخلص انا ومامي ومنى؟ ايوه يا ريت قوي. عندي كمان كتاب عن لعبة جديدة اهو. شكرا ليكو. الله، ده الكتاب جميل قوي. عربي بوليس بتقول ويوه. يلا نبتدي يا منمون. يلا يا منى، هنقعد هاديين ثابتين كده على رجل ماما، وإلا الدنيا هتبوظ أكتر. ده في كراسنا وعربية مطافي كمان بتقول ويوه. انا لازم اجيب لها لعبة تشغلها عشان تثبت وما تعيطش. عندي فكرة، الدبدوب الكبير هيعجبها.
هو ده شعر حقيقي يا ماما ده؟ لا دي باروكة يا حبيبي، وساعات بتبقى مصنوعة من الشعر الحقيقي. ودلوقتي من فضلك رجعها مكانها على الرف. بصوا جبت لكم ايه؟ الله، ده حلو قوي، ده بدون كبير قوي قوي. ايوه، يلا بينا بقى نروح لمنى بيه علشان تشوفه وتنشغل بيه، وانا بقص لها شعرها ما تعيطش فتبقى ثابته وانا اعرف اقص كويس. اعتقد فكرتي كانت حلوه. بس عاوز اخده ليا، ده انا بحبه قوي، وانا كمان عاوز اخده ليا. وادي قصة الأستاذة منى الجديدة لشعرها. الله، تسلم ايديكي، تحفة. عاوز اخد الدبدوب الكبير ده قوي معايا، بحبه. شكرا يا روز، كامل حساب. حلوة الباروكة دي قوي، ممكن اخدها معايا وانا ماشي. شكله ضحك قوي عليه، ده حلو قوي. بصوا ايه فيها هنا كمان. يلا يا ولاد هنروح. حاضر، طيب ماشي. ايه اللي انت عامله ده يا حبيبي؟ ده كان شعر على الارض وقمنا اخدناه وحطيناه على شعرنا. طب يلا بقى كفاية كده لعب النهاردة، عملت كوافير بما فيه الكفاية. بما فيه الكفاية. خلينا نشوف هتلبسي ايه النهارده يا رؤى. انا ما بقتش عايزه البس بامبرز تاني، ده ضيق عليا. طيب ممكن تنزلي من غيره النهارده، بس هتعملي بيه في البوتي، ماشي؟ ماشي. اوكي، احنا جايبين هنا شوية غيارات داخلية. دي احسن كتير قوي. بصي يا رؤى، دي البوتي، لما تحسي انك عاوزة تعملي بيبي اقعدي عليها واعملي فيها. يلا نلعب يا رؤى. احنا بنعمل بيبي في البوتي في البوتي، احنا بنعمل بيبي في البوتي في البوتي. انا بليت هدومي. هقول لماما. ماشي يا رؤى، انا هبقى اغسلهم واجيب لك غيرهم دلوقتي نضيف. اهو بقينا نضاف وناشفين وزي الفل. ما تزعليش يا رؤى، المرة الجاية هتعملي في البوتي، انا متأكدة من ده. يلا نلون يا رؤى. انا عايزه اعمل بيبي. بسرعة اقعدي على البوتي. عملت. برافو. ماما عملتها. برافو، شفتي انتي شاطرة ازاي؟ دلوقتي هنفضيها في التايلت ونغسلها عشان تبقى نظيفة. يا بنات، مريم هنا جاية تشوف عايزين تخرجوا تلعبوا معاها ولا لا؟ ايوه. ازيك يا مريم؟ انا هاخد البوتي معايا. ماشي. رؤى، انتي ما عملتيش بيبي تاني؟ فعلا ما عملتش. بس في حاجة غريبة في البوتي، هغسلها وخلاص. هجهز العشاء يا بنات، هناديكم لما اخلص. العشاء جاهز. سلام يا مريم. ماما فين البوتي بتاعتي؟ في مكانها هناك يا رؤى. برافو يا رؤى، يلا ننضفها سوا. انا جيت. بابا انا ملبستش بامبرز النهارده خالص. يا حلاوتك، انت بنوتة كبيرة دلوقتي. انا هعمل في البوتي مره كمان قبل ما انام. انا بعرف انضفها لوحدي كمان. جربيها كده بالقعدة كمان، القعدة بتتحط كده، سهلة قوي. بكره بقى ابقى اجربها. جنة. رؤى. عبير. عمر.